ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل واستكمالا لموضوع السوشيال ميديا وتأثيره في حياتنا. حبينا نرحب باليوتيوبر الأستاذ مصطفى السوري. شرفتنا ونورتنا فيه. اهلا بيك يا مصطفى، منورنا النهارده في حلقتنا طبعا، وحابين اننا نتعرف كده على كواليس معينه عن حياتك، وعن كمان بما انك يوتيوبر فالمحتوى اللي بتقدمه اكيد هنتكلم فيه. بس خليني في البدايه ابدا معاك بانك تكلمني عن نفسك شويه. بدايتك مع السوشيال ميديا كانت امتى فعليا؟ يعني بدايتي في السوشيال ميديا كانت من حوالي 3 سنين. كانت على اول ما ابتديت كان على التيك توك، كان لسه اسمه ميوزيكلي يعني. فيعني الموضوع كان جاي معايا بترفيه شويه. بعد كده لاحظت ان هو اصلا ممكن في ايده ان هو ايه يشهر، لان انا كده كنت بجري اصلا ورا الموضوع بتاع التمثيل وكده، حاسس ان هو ممكن يشهر. فابتديت ان انا اعمل فيديوهات حاجات زي كده انت عليه. اصلا حابب مجال التمثيل؟ جدا مهم. جدا يعني. نزلت بروح مكاتب كتيره جدا ونزلت كذا لوكيشن، بنزل عشان اخد ارقام مخرجين مش اكتر. بنزل اخد ارقام مخرجين او رقم ريجستير، كل ده عشان بس ان انا اكون علاقات. مش مهم عندي بقى وده حته في ان حد انا فلوس ذاته، ده وكده. في حد ذاته شيء كويس إن أنت تبقى مؤمن باللي أنت بتعمله ويبقى عندك هدف وبتحاول توصل له. يعني كون إن أنت تنزل وتاخد الأرقام بس، فده في حد ذاته إيمان وهدف أنت بتحاول توصل له. وده بنحاول كتير نحطه في داخل كل واحد. يعني طالما لازم انت عايش عشان هدف، لازم تحارب عشان توصل له مهما كانت النتائج. ده حقيقي. بس هي مشكلتنا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، اللي هي زي من ساعة ما ظهر التيك توك، وفي زي ما قلنا في عيال بتستخدمه غلط. يعني هو بيقول لك احنا نعمل حاجة ليبسينج حاجة غريبة كده فنتشهر بيها، فبالتالي هو لا بيقدم محتوى ولا بيفيد، بس هو بيضر. بيدمر اخلاق بعض الشباب. فاحنا كنا عايزين نعرف وجهة نظرك. هو ده حقيقي يعني. في ناس كتيره جدا على الابلكيشن بتاع التيك توك ده. في ناس كتيره جدا بتدمر الموضوع ده، وانا جات لي فتره كده بطلته لمده سنه بسببهم، ده حقيقي. ورجعت ما كملتش من شهرين، رجعت الحمد لله وبنفس التطور بتاعي وبنفس عدد المشاهدات بتاعتي. بس هو في ناس برضو، طالما في كل حاجه في الحلو ما في وفي كل حاجه فيها الوحش. الحلو وفيها الوحش طبعا. بس ده الوحش حقيقي. بقى اكتر. يعني دلوقتي ده اي حقيقي. حد بقى بيدخل على السوشيال ميديا. كان زمان مثلا كنا بندخل على السوشيال ميديا عشان حالة من الملل والرتابة اللي في حياتنا، او بنهرب من ضغط الدراسة او الشغل، فبنلجأ الى السوشيال ميديا كوسيلة من وسائل التسلية والترفيه. دلوقتي بقينا بنلاقي واحد داخل على السوشيال ميديا عمل فيديو، فتاني يوم نلاقي مامته، وتالت يوم نلاقي مراته، ورابع يوم نلاقي اولاده، فبقى يعني حاجة عائلية كده. فالمحتويات نفسها حد بيقدم محتوى من لا محتوى. الوضع بقى يعني مؤسف جدا. ده حقيقي. عايزاك بقى بما انك انتقدت الاخرين، فتكلمنا عن نفسك شويه، واتكلمنا عن المحتويات اللي بتقدمها. طيب انا المحتوى بتاعي يعني، انا بالنسبه لي زي ما بشوف على الميديا حاجات تمثيل، وطبعا الاساتذه كتير بيمثلوا، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلد المحتوى بتاعهم. لوحدي، معيش تيم، او كان معايا تيم بس دلوقتي لوحدي. تمام. بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لوحدي وامنتج لوحدي واعمل كل حاجه لوحدي. ما عنديش حته ان انا هحبط، ومش عشان فلوس. يعني انا ما خدتش جنيه من ورا السوشيال ميديا لحد دلوقتي، بقى لي 3 سنين. لا ده ثواني، حقيقي. ازاي؟ ده حقيقي. ليه حقيقي مش والله. المفروض بيبقى فيه محددين مثلا فيو معين على اليوتيوب؟ طب انا مين اللي بياخد كده؟ انا عندي على اليوتيوب في موجود، ده حقيقي، نسبة مشاهدة معدية يعني. مهم. الحمد لله معدية. وفي ناس عاملة اسامي، يعني في ناس عاملة اكونتات باسمي وفيديوهات عندهم هم اللي ومعمول لهم بياخدوا كوبي رايت كمان. اه. يعني انا لو نزلت ممكن اتقاضى. مم. تمام. وجايبين مشاهدات 3 و4 مليون وحاجات كده غريبة. تمام. ومش عندي. تمام. عندنا يعني في على تيك توك ليا فلوس، هو بيدي فلوس. مم. الناس في ناس بتقول ما بيديش، لا هو بيدي، ده حقيقي. انا ليا فلوس على التيك توك، بس عشان اقدر اجيب فلوس لازم بقى لسه اروح اعمل فيزا، وعشان اجيب الفيزا دي لازم اروح الجيزه واعمل ومش عارف ايه عشان اخد فلوس. يعني عشان وهاخد قد مشوار ايه؟ بس تضيع حقك. ما هاخد قد ايه؟ فلوس. هاخد ملاليم، اللي هو كام؟ مم. يعني على حوالي الفيديو تقريبا هاخد حوالي 50 ل 60 في ناس قرش. بتعمل ثروه من خلال اليوتيوب والتيك توك ما هو ده والكلام ده. ما هو ده سبب رئيسي. زي ما احنا قلنا اللي احنا بنشوفه في الوقت مم. الحالي، قليل قوي اللي بيقدم محتوى، وقليل اللي بيبقى نظرته زي نظرة أستاذ مصطفى. ربنا واللي يخليك. بيقدم محتوى آه اصلا ما بيلاقيش برضو لا مشاهده اللي هي. انت لا هو بيدور ان هو ايه، بيقول لك عشان اظهر او عشان اتشهر او عشان احقق اقلل من نفسي. مم. ربح، فلازم اعمل حاجه مختلفه. فبيضطر يعمل مواقف غريبه جدا، مم. مناظر غريبه. ممكن اسفاف يلبس طبعا. لست، ممكن مم. يعمل الفاظ
اشياء غريبه جدا. فدي نفسها اصلا بتاثر على تربيه النشء الجديد. احنا بنقول يا جماعه نهتم بالشباب ونمكن الشباب ونهتم باخلاقهم، فانت كده بتدمر الشباب. ده حقيقي. فتنصح حضرتك، او حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هو انا يعني انا مش كامل، بس ممكن ادي نصيحه تكمل اللي هديله النصيحه دي، اللي هو يعني يحاول على قد ما يقدر ان هو يشوف الحاجه دي تعجبه الاول. هترضى ان هو والدته او اخته هترضى، يا يرضى يعني من نفسه كده ان هم يشوفوا الفيديو ده؟ لو يرضى خلاص نزله، ما ترضاش خلاص ما تنزلوش، عشان اكيد اكيد طالما ما يرضاكش مش هيرضي غيرك. صحيح. دي النصيحه اللي اقدر انت اديها قلت لحد. يوري الفيديو لمين؟ لمامته ولاخته لو في يرضى ان هو ناس يوريه لهم في الاول. ناس بيطلعوا يعملوا تيك توك وبيطلعوا يعملوا فيديوهات على مع اليوتيوب. والدتهم ومع اه، اختهم. مع امهم ومراتهم بيطلعوا مرات يعني. من وجهه نظري، الزوجات بتطلع بطريقة بشعة من جدا. وجهه نظري كده مفيش اب او مفيش راجل في البيت. ده حقيقي. طب ده حقيقي. خليني برضه اتكلم معاك في نقطة تانية. الناس اللي بتسمي نفسهم، يعني واحد يقول انا يوتيوبر، ففي ناس بتعتبر ان السوشيال ميديا شغلهم الشاغل، هي دي وظيفتهم. يعني على سبيل المثال، انت ان شاء الله لما تروح تتقدم لواحدة فوالدها يسألك انت شغال ايه، ففي ناس تقول انا شغال يوتيوبر، فيقول له ايه يوتيوبر؟ لا ده انا عندي فولورز كتير، انت ما تعرفش اللي فيها، ده انا بقبض من اليوتيوب. غلط. ف... فهل دي بقت وظيفة لبعض الناس؟ لا طبعا، يعني ناس كتيره في الميديا برضو، في الميديا يعني انا بتكلم بقى في الميديا الاصليه بقى اللي هو التلفزيون، اساتذه كتير من غير ذكر اسامي، هتلاقيهم مثلا ايه، ممثل بس فاتح مطعم، ممثل بس فاتح مصنع، ممثل بس فاتح حاجه تانية جنبيه، يعني جنب الموضوع، مش ممثل وخلاص، ممثل وحاجه تانية. تمام. فالموضوع مش انا يوتيوبر وبس، لا. انا دلوقتي انا خريج كليه هندسه، لسه متخرج السنه دي. تمام. برمجه. الف مبروك على تمام، التخرج، الله الف يبارك فيك. مبروك. اللي بيبقوا في برمجه. هندسة دول بيبقوا خارجين من الكلية اللي هو اخراج. ده حقيقي. تمام. فيعني انا بالنسبه لي اتخرجت بس لسه ما اشتغلتش عشان لسه ورايا جيش ولسه ورايا حاجات يعني. بس دلوقتي شغال فين؟ شغال مع والدي في مصنع ملابس، بنعمل ملابس حريمي وحاجات زي كده، شغال معاه. مش يوتيوبر وركنت بقى انا يوتيوبر بس ومحدش، لا، شغال بصرف على نفسي، مش مستني والدي يجي يصرف عليا او الفلوس بتاعت اليوتيوب اللي هو انا اصلا ما باخدهاش، بس في ناس بتاخدها ان هي تصرف عليا. لا، انا اصرف عليا من جيبي انا، من تعب انا، عشان احس بالفلوس، صح. احس بيهم التعب ده. النزاهة طب بالنسبه والقيمة. بالنسبه لاول فيديو عملته، كان ايه رد فعل الناس؟ وهل حقق نسبه مشاهده او لا؟ هو اول فيديو عملته خالص انا فاكره، ده كان فيديو كنت عامله نصيحه كده، كان يعني لو مش نصيحه كنت بروي قصه عن الدين وحاجات زي كده. تمام. الحمد لله قبل ما بعمل النصيحه لازم اشوف الموضوع ده حقيقي اللي انا هقوله الاول ولا لا، يعني يعني اللي هو لدرجه 1% شك ما بحبوش، لا لازم 100% صح. فعملت النصيحه ونزلتها، كنت خايف من حاجه واحده بس، ان حد يطلع يقول لي يا شيخ. دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت خايف منها، ان حد يطلع يقول لي يا شيخ، لان انا عمري ما اقدر ان انا اطول الشرف ده ان انا ابقى طب شيخ. انت الفيديوهات بتاعت حضرتك كانت كلها نصايح يعني؟ لا، هي مش نصايح بس، يعني هي ممكن نصايح في حاجات كوميديه بالتمثيل، يعني النصايح بتمثيل برضو، يعني مش بطلع اتكلم، لا، ممكن اعمل فيديو تمثيل كامل وفي الاخر النصيحه بتتقال في الاخر. تمام. تمام. ممكن فيديو كوميدي، بس كوميدي ليه حدود، اللي هو مثلا واحد عامل دور اعمى ماشي في الشارع، فشايف واللي ماشي جنبيه مش شايف، اللي هو. طب احنا ممكن نشوف بعض الفيديوهات لحضرتك ونتكلم فيها؟ اكيد طبعا، ده شرف ليا، اتفضل. ربنا. شوفوا يا جماعه. ده خيالي انا. لا، بص كويس. شايف؟ أبوك عايز جواك. سيمبا. بابا. سيمبا، انت نسيتني. ابدا، ما اقدرش. انت نسيت انت مين، وبالشكل ده نسيتني. بص جواك يا سيمبا، انت اكبر كتير مما تتصور. لازم تسترد مكانتك في دايرة الحياة. ازاي استردها؟ انا ما بقتش زي الاول. تذكر، تذكر، انت مين؟ انت ابني، انت الملك الحقيقي. تذكر انت مين. لا، ارجوك
ما تسيبنيش تذكر، بابا، تذكر. ما تسيبنيش، ما تمشيش. ده مش بابا، ده خيالي انا. لا. ارجع بقى لحضرتك بالنسبة للفيديو ده، كان من امتى؟ ده لسه من اقل من شهر. اقل من شهر ايه، ده من 20 يوم. تمام. وكان رد فعله؟ كان رد فعله ايجابي جدا، لدرجه ان في ناس اصلا ما كانتش بتكلمني من على السوشيال ميديا، صحابي. تمام، كنا اصحاب، ما كانوش بيكلموني، بس سبحان الله لوحدهم كده لقيتهم بيعملوا شير على الفيديو، وابتدى يتشير على الانستجرام، وابتدى يتشير على الفيسبوك. في ناس خدته على الفيسبوك اصلا ونشرته وجابت مشاهدات تمام. كتير الحمد لله. علشان كده احنا بنتكلم دايما في طالما انت الناس فعلا في ناس بتعرف تفرق ما بين المحتوى الهادف والمحتوى الهابط زي ما بيقولوا. طيب فعشان كده خلينا عذرا للمقاطعة يعني آسفة جدا. لا ولا طيب يا مصطفى، أي حد فينا بيدخل مجال معين بيتعرض لانتقادات سواء بناءة أو هدامة. انت بتتعامل ازاي مع الانتقادات دي؟ لان طبعا في ناس بتقول لا انا ما بركزش مع الانتقادات لان دي يعني هتوقعني شويه ومش هتخليني اركز، يعني لو ركزت مع كل كلمه مش هنجح. وفي ناس تانيين تقولوا لا احنا بنركز قوي في الانتقادات خاصه الهدامه علشان اصلح من نفسي واصلح من المحتوى اللي انا بقدمه. فبتتعامل مع الانتقادات دي ازاي؟ بص حضرتك، هو انا بالنسبه لي شايف ان مش كل الناس انا بحبها. زي بالظبط مش كل الناس هتحبني، فاكيد هلاقي اللي يقول ايه ده، إيه اللي هو بيقوله ده، ولا هو اللي بيعمله ده حاجه زي كده لما تتعرض عندي دي بتلفت انتباهي، بس مش هتلفت انتباهي ان انا اشغل نفسي بيها وافضل باصص عليها. طب هو بيقول لي كده، طب هو لا، مش هشغل. لو شغلت نفسي بيها هقع. دي بحطها تحت رجلي عشان اطلع بيها. ما هو كلام الناس ده عامل زي الطوبه، يا تحطه تحت رجليك تطلع بيه، يا تحطه فوق دماغك ينزلك لتحت. ده بالنسبه للكلام اللي بيحبط اتجاه فيديو فيه هدف، فيه رساله كده. هل حضرتك بتعرف تفرق ما بين الانتقاد البناء والانتقاد الهدام؟ يعني في ناس كده اصلا بتبقى داخله، مع احترامي يعني، تخش تعلق الاستاذ مصطفى من منطلق الحقد والغل، ان هو غيران ان الاستاذ مصطفى قدم محتوى هادف او اتشهر او. فهل حضرتك بتعرف تفرق ما بين الانتقاد البناء والانتقاد الهدام؟ وده بيبقى له رد فعله عندك ايه، وده رد فعله عندك؟ هو بالنسبه لي انا ما بفرقش بالنسبه لاي ردود، لان انا مش عارف، يعني ما دخلش جوه نفسه عشان تمام. اعرف هو ما هو اكيد بأنهي. في ناس مقربين منك، ماشي، فبيجي مثلا يا مصطفى خلي بالك انت عملت كذا او قدمت كذا او حصل. فبتتعامل مع ده ازاي؟ هو لما حد بيجي يعمل حاجه زي كده، هو الغيره حلوه، الغيره حلوه. سيدنا محمد كان بيغير على دينه، فالغيره حلوه مش وحشه. بس الحقد، ان انا احقد على حد، ده اللي وحش. فلما الاقي واحد يتكلم معايا وغيران مني، ده مش وحش، بالعكس. غيران مني معناه ان هو بيحاول يطور من نفسه، بيحاول يقلدني او بيحاول يوصل للمستوى اللي انا فيه. وفعلا ده حصل، ده من زمايلي، وكان زميلي يعني. كان كل مره ما باجي اعمل حاجه يقول لي ايه، مش لايقه عليك، مش بتاعتك، مش لايقه عليك. ما كنتش بسمع له، ما كنتش بقول طب هي مش لايقه عليا ليه من وجهه نظره، لا اصل دي وجهه نظره هو. طب في مليون واحد تاني او في 1000 واحد تاني ليه وجهه نظر تانيه، هنتبه لوجهه نظر واحده بس واسيب كل الباقي؟ تمام. طب هل حضرتك بتزعل مثلا لما حد بيقدم لك انتقاد بناء، او انت اي انتقاد عامه يعني؟ لا لان في ناس كتير قوي ما عندهاش حته ثقافه الحوار اللي هو والراي الاخر. فبالتالي لما بيجي مثلا اي حد ينتقده، فبص ليه مثلا ياخد جنب او يزعل او يحط في نفسه، ما بيفكرش ان هو مثلا ايه، ياخد الانتقاد ده من الجانب اللي هو البناء في ان هو يطلع بيه. ده غلط، ان انا ابتدي انتبه للناس ده غلط. اللي هو معلش لو حد بيضرني بكلام على الاقل، ده غلط ان انا انتبه له. معلش انا اتولدت لوحدي وهفضل عايش برضو، يعني انت عايش في الدنيا دي وهتتحاسب لوحدك وهتموت وهتدفن لوحدك. فان انت تحط حد جنبك ده غلط، لان انت اصلا لوحدك من ساعه ما اتخلقت وهتموت لوحدك. فان انت تحط راي حد جنبك ده نهائي غلط. ما تشغلش دماغك بحد، طيب خليك منفرد. كلمنا شويه بقى عن خططك المستقبليه، ناوي تعمل ايه الفتره اللي جايه وبتحضر لايه دلوقتي؟ هو انا بالنسبه لي ناوي ان انا اخش معهد المسرح ده، انا منتبه للحته دي قوي، واحاول برضو ان انا باخد ورش تمثيل.
والاكتر ان انا بحاول انتبه ان انا ايه اكتر من العلاقات، لان العلاقات دي هي اللي بتعمل كل حاجه في الدنيا. ان انت تتعرف على شخص او التاني او التالت، هو ده اللي بيوصل البني ادم. ممكن فرصه تيجي من حته زي دي، مش لازم بالاجتهاد، ممكن فرصه بالحظ. الحظ اللي هو ايه؟ اللي هو العلاقات. في خطوات فعليه بدات فيها؟ ده في خطوات فعليه جدا. يعني انا دلوقتي في ورشه بتاعت استاذ خالد جلال، تمام؟ يعني ده تاني شهر ليا الحمد لله. ولسه بقى ايه اللي هو بنوي اتعرف على ناس اكتر تبع استاذ خالد. عشان ايه؟ ابقى يعني على الاقل ابقى لو مش هخش الميديا كممثل، اخش الميديا كمطور، اللي هو ابقى ايه مثلا مخرج مساعد، حاجه زي كده. استاذ مصطفى، جميل جدا ان انت بيبقى عندك هدف وبتسعى ليه وبتدور عليه. على الجانب الاخر الحته دي ما بنلاقيهاش في شباب كتير، او الشباب معظمهم في الوقت الحالي الا ما رحم ربي، يعني التفكير بتاعه اجوف، عايز الخدمه تجيله وهو قاعد. ده حقيقي. وفي ناس يعني بالعكس مش عارفين هم عايزين ايه. يعني في حد يقول انا يعني مش لاقي نفسي، او مش عارف انا هدفي ايه. يعني بسمع الجمله دي كتير جدا، انا مش عارف هدفي ايه. عايزين من حضرتك نصيحه للي هو مش لاقي نفسه ده، ماشي، ونصيحه للي عايز عنده هدف بس مستني الفرصه تجيله. تمام. هو يعني زي ما انا قلت قبل كده، انا مش كامل، بس ممكن ادي نصيحه تكمل بيها اللي هنصحه. تمام. هو بالنسبه للي قاعد مستني الفرصه تجيله، فهي الفرصه مش هتجيلك، ما تستناهاش، الفرصه مش هتجيلك. يا اما تقوم تحاول تجيبها انت، يا اما انسى، خليك نايم، خليك نايم. دي حاجه. ده صح. تمام. تمام. تاني حاجه اللي هي كان الشخص اللي هو بيقول انا مش لاقي نفسي، او بتبص ليه تايه كده، مش عارف هو مركز او مش عارف هو عايز ايه، مش مرتب اموره، مش عارف هو هيبدا منين. ابتدي كده، اهدى مع نفسك الاول، قرب من ربنا، ده اول حاجه. تمام. لو قربت من ربنا هتلاقي كده لوحده كده الالهام ابتدى ينزل عليك، وابتدى ان هو ايه، دي تتعمل الاول، بعد كده دي تتعمل التاني، بعد كده دي تتعمل التالت. ده اللي هيحصل. بس لما تعمل ايه؟ اول حاجه انك تقرب من ربنا. ده اهم حاجه. اصل الصلاه هتاخد منك قد ايه؟ مثلا ان انا اصلي وببلاش، مش هتدفع فيها فلوس، ببلاش، كله ببلاش، وهتاخد ثواب كمان. ف5 دقايق 10 دقايق في اليوم هتفيدك. هتلاقي الالهام ابتدى ينزل عليك، تفكيرك لوحده هيبتدي يتطور. هيبتدي ان انت وانت بتتكلم مع الناس هيحسوا ان انت مثلا، يعني لو عندك 20 سنه هيحسوا ان انت عندك 40، لو 25 هيحسوا ان انت طبيعي. اكبر من ان سن. بالطاعه ربنا بيفتح ليك نور البصيره، وبيرزقك وقار في قلوب الناس. زي بالظبط ما كان في ابيات شعريه قالها الامام الشافعي: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فدايما لو كل واحد حط نفسه، أنت دلوقتي عايز تبقى يوتيوبر أو بتقدم محتوى، ففكر في إن أنت هتبقى مثل وقدوة لناس كتير قوي. فازاي تقدم المحتوى اللي يليق بيك. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا بالنسبه لي، انا لو هبقى مبسوط بحاجه واحده بس حصلت من ساعه ما دخلت السوشيال ميديا لحد النهارده، ففي بنوته عندي على الانستجرام، دي بنت دي انا بالنسبه لي متخذ ان هي بقت مقربه ليا وبقت توأمي بسبب حاجه واحده بس. متابعاني من اول ما ابتديت. تمام. البنت دي بقت طريقتها سبحان الله، بقت طريقتها ما باجي اتكلم معاها بحس ان انا بتكلم مع نفسي، من كتر ما هي خدت خلاص ان انا قدوه. ففعلا ان انت تبقى قدوه للناس، ده حقيقي. يعني انت كده بالنسبه للناس حامل رساله، انت بتحمل رساله. فالرساله دي طالما انت شايلت نفسك المسؤوليه لازم تبقى قدها، يا تبقى قدها يا تتخلى عنها، سيب أكيد غيرك عمرك يشيلها. ما هتكون قدوة غير لما تكون بتقدم محتوى يفيد الناس اللي بيشوفوك عشان فعلا تكون قدوة. طيب انت اتكلمت في حتة كده ان انت كنت في تيم وبدأت ان انت تشتغل لوحدك. ايه سبب انفصالك؟ هو سبب الانفصال بسبب ان يعني كل واحد شاف ان هو نجح لحته معينه، لجزء معين، اللي هو انا وصل لنسبه معينه من النجاح. خلاص طالما انا نجحت ابعد وابتدي استثمر النجاح ده ليا لوحدي، مش لازم ابقى معروف بالتيم بتاعي. يعني حب ان هو حب يستكمل نجاحه مع نفسه، يعني طمع من الاخر، والطمع بيقل نجاحه بالظبط. تمام. وده اللي حصل. انا كان في دماغي ان التيم ده ان هو مثلا زي برامج كتيره من غير ذكر اسامي نجحت عشان هم تيم،
واسامي مغنيين كتيره نجحوا عشان هم تيم، فلو كنا فضلنا تيم كنا هننجح. بس زي ما تقول كل واحد بعد، فانا لقيتهم بيبعدوا وقلت لا، اكفي خيري شري وابعد انا كمان. اكمل بقى اللي انا بعمله طالما انا مؤمن برسالتي اعملها. صح. هي الحته اللي انا كنت لسه بكلم حضرتك فيها، هي حته ايه اللي لو فعلا كل واحد حط في يقينه ان انت بتبقى مثل وقدوه، وهتتسأل عن اللي بتقدمه ده يوم القيامه، صحيح او اكيد هيتقرب. بالفعل احنا مش هنشوف الحاجات اللي احنا بنشوفها والمناظر اللي بنشوفها على اليوتيوب. فحضرتك عايزين برضو بعض النصائح، بما ان حضرتك يوتيوبر وبتقدم محتوى هادف، تقدمها لكل واحد شايف ان مصطفى السوري قدوة وعايز يبقى زيه في يوم من الايام. تمام. هو لو نصيحه فهتبقى النصيحه اللي هو ايه، لا مش عارف. خايف انصح صراحه، خايف اشيل لا، المسؤوليه انت بتاعت لما النصيحه انت دي. لما بدات انت لما بدات مع احترامي، انت حضرتك قررت ان انت تخش المجال ده وتقدم محتوى هادف. ففي كتير شاف احترام الناس للاستاذ مصطفى وللمحتوى اللي بيقدمه، مم. فاكيد حابب يبقى زيه. تنصحه بايه؟ هنصحه بايه؟ هنصحه ان هو ينصح نفسه بالموضوع الاول قبل ما يعمله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا لما باجي انزل حاجه بنصح نفسي بيها الاول. يعني مثلا ايه، ما تسيبش الصلاه، ده انا قبل ما بقولها اللي بقول لاحمد لمحمد لفلان لعلان، قبل ما اقول له دي انا بقولها لنفسي جوايا. فقبل ما اوجه الكلام للي قدامي لازم اوجه الكلام لنفسي، ابص كده لنفسي واهدى مع نفسي. الكلام ده لازم احس بيه عشان فعلا يوصل للي قدامي ويحس بيه.